السلام عليكم. أحيانا الاختلاف ينتج عنه فكرة أو استجلاء رأي لم يكن لتصل إليه أو حتى أن ترى هذه الفكرة إلا بهذا الاختلاف. فالاختلاف ليس شر محض، بل من طبيعة البشر أن يكون هناك اختلاف. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل به وحي: أشيروا علي أيها الناس ولعلنا نعرف أن أصحاب الآراء إنما ينظرون إلى آرائهم من زوايا مختلفة، وكذلك وفق ظروف يعيشونها، وهذه الظروف قد تختلف من شخص إلى آخر. ولا يصح أن نتهم شخصا بالسذاجة على رأيه أو أن نحقر من هذا الرأي، لأننا لا نعرف أي زاوية ينظر إليها وما هي الظروف التي جعلته يتخذ هذا الرأي. بل حتى في الأشياء التي نعتقد أنها من المسلمات، ففي أوروبا إذا أرادوا أن يمتدحوا الجو قالوا اليوم الجو مشمس، وذلك لأنهم يعانون طوال السنة من الغيوم والأمطار، وذلك على خلافنا نحن في بلاد العرب، إذ نستبشر بالغيوم وكثرة الأمطار ونتذمر أحيانا من شدة حرارة الشمس. وتجد شاعرا يمتدح البياض فيقول: بيضاء لا كدر يشوب صفاءها كالياسمين نقاوة وعبيرة. أما الآخر فيقول: وفي السمر معنى لو علمت به لما نظرت عيناك بيضا ولا حمرا. فلا تتوقع من شخص أن يحترم آرائك إذا كنت تسفه آراءه وتحقرها مهما كانت آرائك صائبة. ونحن الآن نتكلم عن الآراء وليس عن النصح، فالنصح هذا حق بل واجب، الدين النصيحة، وكما قال عمر: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. وحتى في النصح هناك طريقة لمن تنصحه سواء كان أكبر منك أو أصغر منك، بأن تحفظ له حقه وتحفظ له كرامته وأن لا تسفه له رأيا. قال الشافعي: تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. جزاكم الله عنا خير وسامحونا على الإطالة. وأقول أخيرا كما قال عمر رضي الله عنه: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، فمن كانت له نصيحة فلا يبخل علي بها.